ما تيجوا نتعلم نقول لا. احنا بنقبل كل حاجة ليه؟ ما كده كتير. يا صباح الجمال، حلقة جديدة من وانت نازل الصبح، وعودة من الأجازة. في ناس سافرت، في ناس فضت في البيت، في ناس نامت. أنا من الناس اللي نامت الصراحة، والحمد لله. طبعا انتوا شفتوا اكيد الفترة اللي فاتت البوست المنتشر بتاع فكرة انه طب يا جماعة نقول الحمد لله ان في شغل، ان احنا راجعين له. طبعا انا متفق جدا مع البوست ده، وبشوف ان الحمد لله، وان احنا نحمد ربنا طبعا على كل حاجة، الوحشة قبل الحلوة كمان. النهاردة انا جاي اقول لكم تعالوا نقول لا. تعالوا بقى نتعلم او نقعد كده مع بعض نتفق ان احنا نقول لا. انا هنا ما بكلمش بس على المناسبات الاجتماعية او المشاوير او الخدمات اللي ممكن حد يطلبها منك بالحب يعني او بشيء من العشم. انا كمان بتكلم على الشغل. في بوست انا شفته، واحد رفض، يعني بيقول انا رفضت نوعية شغل معينة عشان هو شايف ان ده مش من ضمن خبراته، هو مش مرتاح للعميل. وانا اوقات يعني انا بصراحة بحس ان احنا اوقات كتير بنبقى عايزين نعتذر عن حاجة، او يعني ناخد قرار ان احنا نبعد او ان احنا نرفض او ان احنا نقول لا، بس بنقعد نحسبها كتير قوي. يعني انت في الاخر طبعا يعني بعد ما بتقول لا بشكل لائق وبشكل ظريف، يعني انا مش عايزك تروح تدمر علاقاتك بالناس، اكيد بنكتشف ان الدنيا سهلة عادي، يعني عدت اهي. من كتر ما الموضوع ده مهم على فكرة، في كتاب اسمه كيف تقول لا، يعني كيف تقول لا و250 طريقة عشان تقولها. توقف عن محاولة إرضاء الآخرين للأبد، تأليف سوزان نيومان. الكتاب ده بمنتهى البساطة بيقول إيه؟ بيعلمك إزاي تقول لا. قولة لا بتساعدك على إنك تحافظ على وقتك، أو يعني خلينا نقول بقى بصيغة الجمع، وقتنا وطاقتنا للحاجات اللي فعلا محتاجة مننا الوقت والطاقة. مفيش توتر، مفيش احتراق، مفيش ضغط نفسي. احنا على فكرة بنشيل نفسنا للأسف اكتر بكتير من اللي احنا نقدر نشيله. اكيد كلنا للاسف بنعمل ده، يعني مش عايز اقول بقصد، اكيد احنا مش قاصدين ان احنا يعني نتعب نفسنا او نموت نفسنا، بس بنعمل ده بدون قصد. الكتاب برضو كان بيتكلم على فكرة الصراحة والوضوح. يعني احنا نكلف كتير قوي وقت وكتير مجهود في نزوق الكلام، نلف وندور شوية، لف ودوران صحي يعني، مش لف ودوران وحش. خلينا نتكلم على بدايل ممكنة او اوقات تانية. يعني مثلا والله حد عايزك في مشوار، فطب ايه رأيك يعني بدل ما ترفض بشكل كده اللي هو انا هرفض من باب الرفض، يعني لا، ممكن نرفض. طب انا والله بس عشان انا مسافر، او انا عندي مشوار، او انا عندي التزام معين، او يعني فكرة الوضوح وفكرة التفكير في حلول، او يعني ان احنا نقترح بدايل. يعني النهاردة انت عايزني اجي معاك مشوار معين، فانا بدل ما هرفض منك بس كده، لا، ممكن ارفض بطريقة شيك، وفي نفس الوقت احاول اشوف بديل، اللي هو نروح مثلا في ميعاد يبقى مناسب ليا، نروح في وقت تاني تبقى الدنيا عندي اهدى شوية. طبعا ده لو يعني لو الامر عندك انت طبعا الناحية التانية يسمح. يعني برضو الكتاب كان بيتكلم في حتة ان احنا ليه ما نقولش اسباب. ما احنا ممكن نحط اسباب، انا والله برفض عشان خاطر حاجة معينة، انا والله اسف مش هقدر اعمل الموضوع ده دلوقتي، او انا والله معلش عندي التزام بحاجة تانية دلوقتي مش هعرف ان انا اعمل ده، الى اخره. يعني من الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها. وانا يعني بصراحة وانا بفكر في الحلقة دي قعدت افكر، طب هو يعني نعمل ايه بقى مع الشعور بالذنب؟ ما انا هشعر بالذنب انا لما اجي ارفض، يعني لما يجي حد يقصدني في حاجة واقول له لا، او اقول له ان انا معلش مش هقدر ان انا اعملها، ما غصب عني انا بحس بالذنب. فالكتاب برضو ناقش الحتة دي، فكرة انه رفضي للطلب، او رفضي للطلب، او رفضي ان انا اساعد الشخص ده، هو مش معناه ان انا وحش، مش معناه ان انا مش متعاون. من الاخر يعني اللي الكتاب عايز يقوله ان بلاش جلد ذات، احنا بنجلد ذاتنا على فكرة. لان يعني تعالوا نفكر في ان انت عندك وقت، انت عندك برضو وقتك محدود، وعندك مصالح، وعندك حاجات، عندك بيت، عندك اصحاب، عندك شغل، عندك. فخلينا نقول انه من الاخر النصيحة الغالية المورال يعني من الموضوع ان احنا عادي ان احنا ممكن نحط لنفسنا حدود. احنا ممكن نحط لنفسنا حدود، وبالطريقة او مع الوقت الناس اللي حوالينا هتبدأ ان هي تحترم الحدود دي. ده مش عيب ولا حرام، ولا هو حاجة بتثير يعني غضب او ضغينة، لا بالعكس. واللي ما يتفهمش ده انا بشوف ان هو هيبقى عنده شيء من مش عايز ابقى قاسي، يعني هيبقى عنده شيء من الانانية. يعني ان انت زي ما انت عايزني اقدر ظروفك، انت كمان قدر يعني ان انت قدر ظروفي. وقبل ما اختم برضو عايز اقول لكم على حاجة، انه انا بحس ان الموضوع شوية ليه علاقة بالشخصية. يعني تعالوا نفلتر كده الناس اللي في حياتنا، الناس اللي شخصيتها اوريدي قوية، هتلاقي ان هو بيقدر يقبل او يرفض الحاجة بشكل فيه شيء من الاريحية، عنده مساحة ان هو يعمل ده.
لان هو اوريدي شخصيته قويه فهو قادر يعمل ده، فهو عنده مساحه او عنده المجال انه يعمل الموضوع ده. ما تضغطوش نفسكم يا جماعه، الحمد لله على السلامه لينا كلنا، بلاش نضغط نفسنا، الضغط مش هيودي لحاجه غير انه والله هيجي على دماغنا. يومكم جميل، اشوفكم في حلقات تانية من وانت نازل الصبح. كان معاكم محمد ابراهيم.